طيب ورشيد، لو قدر الله ورجعت 30 سنة وش تتمنى؟ أتمنى أني أرجع 30 سنة، لكن ترجع أم عيالي اللي مات معي 30 سنة ونكمل باقي حياتنا. الله أكبر الله أكبر. هذا اللي أنا أتمنى، همة الوفاء، لأنه رحمه الله بعد ما مات صار عندي فراغ ما لقيت شيء يشده. الله 37 سنة ما بت ليلة واحدة بلا وافية. عاضك الله عاضك الله غيرها، عاضك الله غيرها، وعندك ان شاء الله تستاهل الوفاء. الحمد لله. الله يغفر له. الله يجزاك خير. والله 37 سنة ما أذكر ليلة واحدة بت زعلان منه. الحمد لله. أو منكدنا على المنامي. الله أكبر. غريبة من الغربة. والله اللي مثلها يبكى عليه. جابت لي عيال من خيرة عيالها الوقت. الحمد لله. وجابت لي بناه من خيرة بناتها الوقت. الحمد لله. الله يطرح لك فيه. حدين جارت لك وتعرفك 100%. حدا بناتي جارت لكم تقول أعرفها مثل ما أعرفكم. الله المستعان. الحمد لله. دين ودنيا لله الحمد حاصلين، والعيال كذلك. ذلك من فضل الله. شب الخير يا ابو رشيد، وهذا من الوفاء، وهذا من هذا من صفات الرجال. نعم. انه يعني ما ينسى زوجته وام عياله، ويقدرها ويحشمها ويكرمها، وان ودعتها الدنيا ما ينساها. هذه من شيم الرجال، بل من شيم المؤمن. الله عز وجل يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. هذه الشيم اللي نحتاجها. يعني الآن فيه جفاء وفي بعض الأمور، يعني مثل هالدروس والكلام اللي تقولونه أستفيد منها أنا غير قبل ما يستفيد منه فلان وعلان. والحمد لله من ماتت وزوجها راضي عنها إيش؟ ما شاء الله دخلت الجنة. دخلت الجنة. الحمد لله. أسأل الله أن يغفر لها ويجعلها في الجنة وموتاكم موتى المسلمين.